صلوا على النبي ويلا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع ظاهرة حصلت في المستقبل اسمها ظاهرة التسخين، والسبب في الظاهرة دي كان ارتفاع درجة الحرارة لدرجة ان مبقاش حد يخرج من بيته عشان في أشعة ضارة جدا بره، والخروج من البيت بيبقى للضرورة بس ولازم يكون واخد كل احتياطاته. والناس كان عندهم أمل ان العلماء يحلوا المشكلة دي ويرجعوا لحياتهم الطبيعية تاني، وبقوا مضطرين يتأقلموا على الحياة في البيت وبيحاولوا يلاقوا أنشطة يعملوها جوه البيت عشان ما يخرجوش. بس مع الوقت الناس بيجيلها أمراض كتيرة جدا بسبب حبستهم في البيت، والعلاج الوحيد حبوب اسمها LX2048. الدواء ده بيديلهم كل الفيتامينات اللي جسمهم فقدها بعد ما اتحبسوا في البيت، ومن اهم الفيتامينات دي فيتامين دي اللي جسمهم محتاجه بسبب عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، واللي ما بياخدش الدواء ده بيموت. وده يبقى آدم بيرت، وكان من الناس القليلة جدا اللي بيخرج من بيته وبيروح شغله. بس في يوم بيتعب جدا وبيروح لدكتور يكشف، وبتقول له انه هيموت قريب بسبب نقص الفيتامينات في جسمه، وكان زعلان جدا وبيطلب من الدكتور اي طريقة يعيش بيها. فبتقول له الحالة الوحيدة عشان تعيش لازم حد يتبرع لك بقلبه، وده طبعا حل مستحيل. وبتبدأ تواسيه وبتقول له ان عنده تأمين هيصرف على اولاده بعد ما يموت، وان في ناس تانية كتير بتموت وما بيكونوش سايبين اي مصدر دخل لولادهم. بعدها بيحاول يلاقي حل وبيسأل الدكتور اذا كان ينفع يشتري قلب بفلوس التأمين بتاعه. فبتقول له ينفع بس لازم مراته تمضي انها موافقة. فبيزعل جدا لانه منفصل عنها وعلاقته بيها وحشة ومستحيل توافق. بعدها آدم بيعرف ان الدكتور دي مستنسخة، وان المستنسخين بيكونوا محصنين من اضرار الشمس، وبيقول لها ان زمانهم ده واصلين فيه لتطور كبير جدا، ومستغرب ازاي رغم التطور ده مش عارفين يحلوا مشكلة ضرر الشمس اللي بتموت ناس كتيرة جدا. بعدها الدكتور بتنصحه انه يروح لدكتور نفسي، وبتعرض عليه ميعاد مع دكتور نفسية هي عارفاها. بعدها بنشوف آدم وهو لابس نظارة العالم الافتراضي، وكان بيكلم مراته رينا وبيتخانق معاها بسبب انها ما كانتش مهتمة لما قالها انه هيموت قريب، ولما بيطلب منها تقابله بترفض وبتقفل الاتصال. وبيبدأ يلوم نفسه ويندم انه حب واحدة بتاعت مصلحتها بس واتجوزها. وتاني يوم آدم بيلبس اللبس المخصص للخروج عشان أشعة الشمس الضارة وبيروح شغله. بس لما بيوصل الشركة ما بيلاقيش اي حد موجود، وبيعرف ان زمايله كلهم بقوا يشتغلوا من البيت، والشركة دي بتكون اللي بتصنع نظارات الVR. بعدها بيدخل أوضة الاجتماعات وبيلبس الVR وبيبدأ يكلم زمايله في الشغل، وبيقترح على مديره انه ما يستثمرش في السماعات الجديدة اللي ناويين يصنعوها، ويستثمر في تكنولوجيا الشريحة الجديدة اللي هتحل محل نظارات الVR. وبعدها بيخلص شغله وبيكون في طريقه لميعاد الدكتور النفسي، وآدم بيبدأ يقول اللي جواه وبيقول للدكتور ان هو حاسس انه لوحده في حياته كلها، في البيت لوحده وحتى في الشغل برضه هو الوحيد اللي بيروح الشركة ومش شغال من البيت. وبيعرف ان الدكتور دي كمان مستنسخة، فبيقول لها انها مش هتحس بيه ولا هتفهمه. وبنرجع بالزمن لشهور وبنشوف آدم وهو مروح بيته وبيلاقي ابنه بيلعب بنضارة الVR، ومراته بتكون لابسه الVR ومستمتعه بالشمس اللي في العالم الافتراضي. وبعدها بيدخل الاوضه وبيلبس النضاره هو كمان وبيكلم واحده صاحبته، وصاحبته دي بتكون عباره عن شخصيه افتراضيه موجوده في الVR. ومراته بتسمعه وبتفتكر انه بيخونها، وبعدها بيحاول يتكلم معاها وبيفهمها انه ما بيخونهاش بس ما بترضاش تسمعه، وبتسيب له البيت وبتمشي. وبنرجع للحاضر تاني وبنشوف آدم وهو بيحلق وبيلبس عشان يقابل مراته وولاده. بس لما بيوصل للبيت رينا بترفض تفتح له الباب، فبيلبس الVR وبيكلمها وهو قدام البيت، وبيحاول يقنعها تفتح الباب، ولما بترفض بيهددها انه هيكسره ويدخل. وبتفتح الباب وبتقف معاه بره وما بيتدخلوش البيت، وبيبدأ يقول لها انه محتاج مساعدة وانهم يبقوا مع بعض عشان ولاده، بس ما بتكونش مهتمة. وحتى لما بيقول لها انه هيموت ما بيفرقش معاها، وبتقول له انها مش عايزة منه اي حاجة ولا حتى فلوس عشان تربي ولادهم، وانها كده كده هتاخد التأمين بتاعه لما يموت وهتصرف بيه على ولادهم. فبيقول لها ان الشركة بتاعته بتفلس والبنك هيهجر عليها ومش هيبقى فيه تأمين، ولازم تمضي على الورق اللي يخليه ياخد فلوس التأمين دلوقتي ويجيب بيها قلب عشان يعيش. بس برضه بترفض تساعده وما بتمضيش على الورق، وما بيكونش فارق معاها وهو هيعيش ولا هيموت، ومش فارق معاها غير انها تاخد الفلوس التأمين عشان تصرف بيها على اولادها. وتاني يوم آدم بيروح مكتب التقاعد عشان يسأل على واحد اسمه دونالد ستيم، وبعدها بيلبس الVR وبيكلم صاحبته ماريا الخيالية. وماريا بتكون مهتمية بيه جدا وبتزعل عليه لما بتشوفه بيعيط، وبالرغم من انه عارف ان ماريا دي مجرد بروجرام في الVR ومش حقيقية، بس بيكون متفاعل معاها جدا اكنها حقيقية. وفجأة بيصحى بيلاقي دونالد اللي كان بيسأل عليه رافع السلاح عليه، وبيسأله هو ليه بيدور عليه ويعرفه منين أصلا. آدم بيقول انه حاول يتصل بيه أو يوصله لأن هو اللي مخترع الشريحة الجديدة وعايزه يساعده ينقذ شركته ويرجع لعيلته تاني. بعدها آدم بيفتكر أيام ما كان شغله مستقر ومعاه عيلته ومبسوط، ولأن الوقت ده الجواز كان قل جدا بسبب موت الناس الكتير، وكمان الخلفة قلت جدا. بس آدم كان مخلف من رينا 3 أولاد،
وبنشوف موظف في شركة تأمين اسمه دينيس قاعد مع آدم ورينا وبيعرض عليهم يأمنوا على حياته، وإن اللي بيشرف على التأمين ده واحد اسمه دونالد ستين. ورينا بيكون عاجبها فكرة التأمين على حياتهم جدا، بس آدم بيكون متردد ومش عارف يقرر. وبنرجع للحاضر تاني وآدم بيقول لدونالد إنه عارف يوصله من السجل، بس دونالد بيقوله انه مش هيقدر يساعده عشان مش هيقدر يعمل له حاجه بدون الشريحه. وبعدها بيقعدوا يشربوا مع بعض ودونالد بيبدا يحكي له عن اللي حصل بعد كارثه ظاهره التسخين، وان الحكومه كانت مكلفاه بانه يستنسخ البشر عشان يحصنهم من اشعه الشمس الضاره. بس ادم بيقول ان هو بيكره استنساخ البشر وانه عايز يفضل بفطرته زي ما هو. بعدها ادم بيقول انه حب واحده في العالم الافتراضي اللي بيعيش فيه لما بيلبس الفي ار، وبيفتكر خناقته مع رينا بعد ما عرفت انه بيخونها مع واحده في العالم الافتراضي. وساعتها رينا بتقول له انها ممكن تسامحه بس بشرط انه يمسح البنت دي من على العالم الافتراضي بتاعه، بس ادم بيرفض، ومن ساعتها وهو منفصل عن رينا ومش عايشين مع بعض. بعدها دونالد بيقول له انه ممكن يزرع قلبه ويعيش عادي، وبيقول له ان التعب اللي هو فيه ده والالم اللي بيحس بيه مش شرط يكون الم جسدي، وانه ممكن يكون وجع نفسي بسبب انفصاله عن مراته وولاده. وبيقول له انه شاكك ان قلبه سليم عادي وان التعب ده بسبب انه ما بياخدش دواء الفيتامينات. بعدها دونالد بيقول له ان هو كمان حب واحده من العالم الافتراضي واستنسخها عشان تبقى معاه في الواقع الحقيقي وبقى يقضي وقت كبير معاها. وبيقول لآدم انه هيستنسخ له صاحبته ماريا اللي في العالم الافتراضي عشان يعيش معاها في الحقيقة. وتاني يوم مامة آدم بتكون بيتكلموا وبتسأله اذا كان بياخد دواء ليثيوم اكس بانتظام ولا لا، بس آدم بيقول لها لا لانه بيكره الدواء ده. وفجأة بيلاقي ايده بتتحرق من أشعة الشمس فبيقفل الستارة بسرعة. وبالليل بيلاقي رينا بتزوره وبتقوله انها جاية تطمن عليه، بس الحقيقة بتكون انها جاية عشان تاخد منه التأمين، وانها مش قادرة تستنى حتى لحد ما يموت عشان تصرف التأمين. وبتقوله ان هي مرتبة كل حاجة وتعرف حد اللي هيخلص لهم الأوراق عشان يورثوه وهو عايش، وبيجيب له أوراق بتثبت انه ميت، وبتجيب له بطاقة جديدة باسم جديد. وساعتها آدم بيتصدم من كلامها وبيرفض يعمل كده، بس بعدها بيكتشف ان مراته بتكرهه جدا وان مبقاش فيه امل يرجع لها ويعيش معاها هي وعياله تاني، فبيوافق على اقتراحها ده. ورينا بتقوله ان هي مجهزة كل الاوراق وبتديله البطاقة الجديدة بتاعته اللي اسمه فيها بقى ريتشارد بريدج. وبيكون خايف جدا انه معرفش يتواصل مع ماريا في العالم الافتراضي تاني لان اسمه ما بقاش آدم. بعدها رينا بتعتذرله انها غيرت اسمه، بس بتقوله ان هي عملت نسخة منه وحطت ماريا في النسخة دي في الفي ار، وبعدها بتسيبه وتمشي عشان تروح. بس وهي مروحة بتعمل حادثة وبتموت، والإسعاف والشرطة بيوصلوا للمكان. وبعدها واحد من الشرطة بيروح يطمن على آدم والمؤشرات بتاعته، ولما بيعرف ان هم عاملين تأمين على حياتهم بيقول له ان في خلال يومين هيجيله نسخة من مراته رينا عشان تربي ولاده. ولما الظابط بيمشي آدم بيرجع يطمن على حساباته وهويته اللي غيرها، بس بيلاقي كل حاجة اتغيرت لانه بقى بهوية تانية واسمه ما بقاش آدم. بعدها بشوية بيلاقي الباب بيخبط، ولما بيفتح الباب بيلاقيها ماريا البنت الافتراضية اللي حبها في العالم الافتراضي، وما بيكونش مصدق اللي شايفه، بيلاقيها زي ما كان بيتخيلها بالظبط. وبتقول ان دونالد هو اللي نسخها وهي دلوقتي تحت الاختبار. وآدم بيكون متلخبط ومتضايق، بس ماريا بتقول انه مكبر الموضوع. وبعدها ماريا بتدخل تستحمى وآدم بيفتش في شنطتها وبيلاقي في الشنطة في شريحة، ولما بتخرج من الحمام بيسألها عن الشريحة دي، فبتقول ان الشريحة دي مصنوعة عشان تحط فيها داتة مخ انسان ميت او في عالم افتراضي، ومعمولة عشان تنقل اي شخص ميت او في عالم افتراضي للعالم الحقيقي. وآدم بيكون مصدوم ان شريحة شفافة صغيرة جدا كده قادرة تعمل بني آدم في الواقع. بعدها ماريا بتمشي وآدم بيفضل يقنعها تفضل معاه، بس ماريا بترفض وبتقوله انها مش قادرة تحبه. ولما بتمشي بيكون متعصب جدا وبيجيب الدمية وبيفضل يطعنها عشان يخرج غضبه. وبعدها جرس الباب بيرن وآدم بيتخض جدا وبيروح يفتح الباب بالمسدس بتاعه، وبيلاقي النسخة بتاعته اللي رينا طلبتها قبل ما تموت. وبيلاقي ان النسخة اللي مش حقيقية بيلبس احسن من آدم الحقيقي، وكمان دمه خفيف اكتر منه. وبيبدأ ينتقد آدم الحقيقي وبيته وكل حاجة في حياته. وساعتها آدم بيحس بخوف اتجاه آدم المستنسخ، بس بيقوله ما يخافش وانه مش جاي يأذيه، وانه ما بيبقاش شرير غير لو اتحط في ظروف واضطر يدافع عن نفسه. وبعدها آدم المستنسخ بيفضل يتكلم عن رينا وبيقول قد ايه هي كانت كويسة، لكن آدم الحقيقي بيكون شايف عكس كده ومش متفق معاه. آدم بيتعصب جدا لما بيستوعب ان الشخصية المستنسخة منه شبهه بالظبط وكمان في مميزات اكتر منه، وبيلوم على دونالد لانه هو صاحب اختراع الاستنساخ، لدرجة ان آدم الحقيقي بيصعب على آدم المستنسخ وبيحاول يواسيه وبيقول له ان حياته الجديدة هتكون احسن من حياته القديمة، وبيفضل يحاول يقنعه انه لازم يتقبل التغيرات والتطور اللي بيحصل، وبيقول له انه مش بعيد كل الناس في المستقبل يكونوا عبارة عن ناس مستنسخة. وساعتها آدم بيتعصب جدا وما بيكونش متقبل فكرة ان في 2 منه، وقرر ان لازم يكون في آدم واحد بس، وبيقرر يقتل آدم المستنسخ. بس آدم المستنسخ بيقوله انه كده كده هيموت وكل اللي بيعمله ده ملوش معنى،
وادم المستنسخ بيديله ليسيس اكس عشان يشربه، بس قبل ما يشربه ادم بيرجع يرفع المسدس تاني على ادم المستنسخ، وساعتها ادم المستنسخ بيدافع عن نفسه والمسدس بيقع منه، والمسدس لما بيقع الزناد بيتضرب وفي رصاصة بتطلع منه وبتيجي في دماغ ادم الحقيقي، وبنشوف ادم المستنسخ وهو بيدفن ادم الحقيقي، ولما بيرجع بيته بيقف قدام اللبس بتاعه ولبس ادم الحقيقي، وبيختاروا انه يلبس لبس ادم الحقيقي ويعيش مكانه، ونسخة رينا بتوصل للبيت وبتتعرف على نسخة ادم، وبياخدوا على بعض وبيحبوا بعض، وبعدها بيتفقوا انهم يبدلوا ولادهم بنسخ تانية اذكى منهم، وبيخلص الفيلم. متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك واشتراك في القناة.